مساء الفل عليكم. مفيش شك إن الاستفادة المادية من وراء بيع اللاعبين لأوروبا شيء مهم جدا. مفيش شك كمان إن فكرة الاحتراف وصناعة صلاح جديد شيء برضه في غاية الأهمية. لكن خلينا نبعد عن الشعارات دي ونتكلم بشكل واضح وصريح. محدش فينا ممكن يكون عنده ضمانات إن أي لاعب هيخرج لأوروبا هيبقى محمد صلاح. في لعيبة كتير بقالها سنين بتجاهد وما وصلتش لأي حاجة لحد دلوقتي، وفي منهم اللي جاهد ورجع زي ما خرج وما حققش أي حاجة. وبالمناسبة في ناس إمكانياتهم وموهبتهم فتاكة وبرضه رجعوا وما حققوش أي حاجة. عشان كده أنت كمجلس إدارة أو أي نادي كبير في مصر بتكون حريص في المقام الأول إنك تجدد للاعب المذكور وتستفيد منه، لأنك ما عندكش ضمانات إنه هيبقى صلاح لما يحترف. طب أنت بتقول الكلام ده ليه دلوقتي؟ أنا بقول الكلام ده لأن في مصدر في الزمالك صرح وقال إن المجلس قرر بيع حسام عبد المجيد بسبب خوف المجلس من تكرار تجربة زيزو، والتصريح ده تصريح في منتهى الخطورة، وهيبقى بمثابة الفزاعة إذا اقتنع به مجلس الزمالك والجماهير. بالشكل ده كل لاعب على وشك التجديد أو متبقي في عقده سنة هتلاقينا بنبيعه عشان خايفين لا يكرر نفس سيناريو زيزو. هو ده بقى اللي أنا ضده. لما يكون عندك لاعب عايز يحترف أو رافض التجديد بحجة إنه عايز يحترف، المفروض إن هدفك يكون التجديد ليه في المقام الأول. ده أول شيء المفروض تسعى له وتقرص على اللاعب مرة واثنين وثلاثة طول ما انت محتاجه، وبعدها نبقى نشوف بقى تكرار سيناريو زيزو من عدمه. الزمالك هو النادي الوحيد اللي اللاعب بيكون لسه عقده ساري مع ناديه وتلاقي لاعب بيقول لك انا عايز امشي، والغريب انك كتير بتستجيب لرغبه اللاعب. مصطفى محمد مثلا في شهر يناير في 2021 وفي نص الموسم وانت بتحارب، لما قال عايز اخرج خرجته برغم انك كنت في اشد الحاجه ليه والمهاجم. وبعدها رحت جبت الجزيري اللي ما كانش ينفع يشارك معاك في افريقيا واتبهدلت حرفيا. استفدت ماديا صحيح، لكن فنيا انت انهارت في الموسم ده في دوري الابطال وتعرضت لمشاكل كتير جدا، ولا مصطفى وقتها حقق اللي هو عايزه لما احترف، ولا انت قدرت تقنعه يكمل معاك الموسم برغم ان وقتها مصطفى كان في عقده يجي سنتين ثلاثه تاني. انا مش ضد بالمناسبه انك تستجيب لرغبه اللاعب في الاحتراف، لكن لابد ان الاوبشن الاول بالنسبه لك يكون مصلحه النادي اللي انت بتديره، وهدفك يكون التجديد للاعب، وخوفك من سيناريو زيزو يكون بعد ما تستنفذ كل محاولاتك مع اللاعب. ما ينفعش تخرج تقول انا ببيع حسام عبد المجيد لاني خايف من تكرار سيناريو زيزو، لان ده هيخلي الاعلام واللاعبين فيما بعد يستخدموا ده سلاح ضدك. اي لاعب هيكون في عقده سنه بعد كده الاعلام هيخوفك منه وهيستخدم معاك الفزاعه وهيجبرك تبيعه، واللاعب برضه هيضغط عليك بالفزاعه عشان يعلي المقابل المادي لو مش في دماغه يرحم. أتمنى إننا نحسب كل كلمة بنقولها ونسأل نفسنا سؤال مهم جدا: هو اللي أنا هقوله ده ممكن يضرني ويضر النادي ومسيرته فيما بعد؟ ولا اللي هقوله ده مش هيسبب أي أضرار؟ بنسبة 200% تريزيجيه خلاص أصبح لاعب في الرياض السعودي، وتم الاتفاق على كل التفاصيل ما بين كل الأطراف. تريزيجيه بعد أسبوع من دلوقتي هينضم لمعسكر الرياض في النمسا، وبعد ما تمت صفقة تريزيجيه للرياض أصبح الأهلي ما عندوش بديل عن التعاقد مع إبراهيم عادل. عشان كده الأهلي بدأ بالفعل رحلة المفاوضات مع إبراهيم عادل، أو عشان نكون واضحين أكتر الأهلي بدأ الرحلة دي من فترة مش قليلة، لكن لسه الامور ما وصلتش للمرحله اللي تخلينا نقول ان ابراهيم عادل اقترب من الانضمام للاهلي. بالمناسبه صفقه ابراهيم عادل دي هي الصفقه اللي هتعرفك الاهلي فعلا راجع للساحه وبقوه، ولا اللي بنسمعه اليومين دول مجرد كلام في كلام. الاهلي اذا خلص في ابراهيم عادل بالارقام اللي سمعناها كده، انا بقول لك ابدا اعمل حساب كبير للاهلي في الموسم الجديد. اما اذا فشلت صفقه ابراهيم عادل وقتها تاكد ان الاهلي عايز يمشي حاله بالموجود، او يتعاقد مع وينج على الله من الدوري المصري يكون بديل لبن شرقي. ركز مع صفقه ابراهيم عادل وشوف هترسى على ايه وانت تعرف الاهلي داخل على ايه. ركز كمان مع التطورات في ملف تخفيض عقد زيزو وانت برضه هتعرف شكل الاهلي ايه او هيكون ايه في الموسم اللي جاي. واحد يجي يقول لي يا عم ياسين منصور قال الاهلي هياكل الاخضر واليابس في المواسم اللي جايه. طب خاف يا عيد. هو برضه اللي ناوي يخلص عليك هيبعت لك تحذير. لكن تعرف ايه اكتر حاجه انا بستغربها؟ ان زمان ايام كابتن حسن حمدي وقت تواجد مهندس الصفقات المهندس عادل القيعي كنا بنسمع كلمتين يمكن ما سمعناش غيرهم. كان يقول لك الصفقه اللي بتستعصى على المهندس عادل القيعي كابتن محمود الخطيب بيخلصها بمكالمه او بجلسه مع اللاعب وباقل من الاوفر اللي جاي للاعب من اي نادي منافس للاهلي في الصفقه. صح. امال ايه اللي حصل النهارده؟ الحسين عمودة بيفتح الباب امام رحيل محمد علي بن رمضان لاعب النادي الاهلي. يمكن خبر ما كانش في الحسبان قوي، لان محمد علي بن رمضان الاهلي بذل مجهودات كبيره جدا
عشان يضمه. يمكن بن رمضان ما قدمش مردود فني كبير مع الاهلي يخلينا نتفاجئ بخبر زي ده، لكن خلينا نتفق ان محمد علي بن رمضان لاعب كبير واجنبي، يعني قيمه عقده مش هتبقى ازمه في اوضه اللبس. ده بالاضافه الى اني بشوف من وجهه نظري ان توظيف المدير الفني للاعب شيء مهم جدا، وبين رمضان ما فيش مدير فني وظفه بالشكل المطلوب عشان نقدر نحكم على مستواه الفني بشكل جيد. بن رمضان من اللعيبه اللي كنت بتمنى انضمامها للزمالك في المواسم اللي فاتت، وكنت بشوف ان انضمام بن رمضان للزمالك بمثابه انضمام فرجاني ساسي جديد بنسخه افضل كمان من نسخه الفرجاني ساسي. الكلام المتداول ده لو كان حقيقي الاهلي من رايي هيكون خسر مجهودات لاعب كبير جدا يتمناه اي فريق كبير في افريقيا، خصوصا لو امام رحل في الصيف الحالي زي ما بيقال. بالمناسبه امام عنده 3 عروض اوروبيه وبمبالغ كبيره، ومنهم عرضين دوري انجليزي وعرض اسكتلندي. طب رحيل بن رمضان وامام انت كده بتفضي نص الملعب من اللاعبين اصحاب الامكانيات والحلول الفنيه. يمكن كل الاخبار المتداوله حاليا من جوه النادي الاهلي بتنفي فكره الاستغناء عن امام عاشور، لكن محدش عارف بكره في ايه، ومحدش ينسى ان امام في عقده سنه واحده، يعني الفزاعه. وده معناه ان الاهلي هيناقشه في التجديد في الفتره اللي جايه، وامام مؤكد هيطلب رقم يناسب امكانياته الفنيه يكون افضل لاعب في مصر، وده حقه بالمناسبه. والاهلي يا دوبك لسه متخلص من مشكله تريزيجيه وبيحاول يوجد حلول مع زيزو. فهل الاهلي هيكون مستعد اصلا للدخول في مفاوضات مع امام للتجديد؟ وهل ادم وطني اساسا هيتقبل فكره بقاء امام ولا هيكون له راي تاني؟ الحسين عمودة كمان بيأجل قراره بشأن استمرار جرادي شار وأشرف داري لما بعد فترة الإعداد. عمودة بيدي فرصة لجرادي شار وأشرف داري عشان يشوفهم بشكل أفضل وأوضح، ويقدر يحكم عليهم وعلى استمرارهم من عدمه مع الفريق. لكن لو عايز رأيي أنا بشوف إن داري بيتصاب كتير أكتر ما بيشارك تقريبا، وجرادي شار مش المهاجم اللي يعتمد عليه، وبالتالي انا بشوف ان عمودة بنسبه كبيره هيقرر رحيل اشرف داري. اما فيما يخص جرادي شار فالامر وقتها هيرجع لتعاقد الاهلي مع مهاجم اجنبي قوي. واحد يجي يقول لي هو يعني جرادي شار استمراره متعلق بالتعاقد مع مهاجم اجنبي؟ ايوه ده صحيح، لان الاهلي اذا تعاقد مع مهاجم اجنبي سوبر وقتها مش هيحتمل وجود 2 مهاجمين اجانب، وبالتالي كده جرادي شار مش هنشوفه في الموسم الجديد. اما اذا الاهلي مشى حاله بمهاجم مصري، ولو اني مش شايف في مهاجم مصري في الدوري المصري اساسا، وقتها جرادي شار هيكمل. هو يقال ان عمودة عايز علي علوان ومتمسك بالتعاقد معاه، بس مفيش حاجه حصلت لحد دلوقتي. سمعت عن نادي رافض بيع اللاعب بتاعه، وسمعت عن لاعب رافض عرض من نادي معين، لكن نادي معين بيرفض التعاقد مع لاعب معين؟ جديده دي. اصل الكلام كده معناه ان النادي اللي بيمتلك اللاعب عرض على النادي ده شراء اللاعب بتاعه، وده شيء مستحيل ممكن يحصل. في خبر على اليوم السابع هنا بيقول ان الاهلي بيجدد رفضه للتعاقد مع مصطفى محمد بعد ازمته مع نانيت. يعني نانيت عرض على الاهلي شراء مصطفى والاهلي رفض، ولا مصطفى عرض نفسه على الاهلي والاهلي رفض التعاقد معاه؟ مش عارف الحقيقه اليوم السابع هنا يقصد ايه. المفروض احنا كمهتمين بالكوره نفهم ايه. فكره دمج الانديه فكره ممتازه للانديه الجماهيريه. موضوع لما تناقشه يحسسك ان كل جماهير المدن هترجع من تاني تشجع فرقها، والامور هتستقر والدوري هيبقى اقوى، وهنرجع زي ما كنا في التسعينات وما قبل ذلك. لكن الحقيقه مش عارف ليه مش حاسسها الحكايه دي. انا استنيت منتخب السويس يصعد ممتاز يمكن من سنه 99، يعني من 27 سنه، والنهارده الحلم بيتحقق. لكن مش عارف ليه انا مش فرحان، مش بالع فكره انك تشجع ناديك بعد الدمج بنفس الحماسه. مش عايز احكم على الامر من بدايته، ربما يكون في شيء انا مش شايفه دلوقتي. انا شايف انها فكره هايله للانديه الجماهيريه وفرصه كل محافظه تشوف ناديها في الممتاز من تاني. لكن مش عارف ليه مش مستوعب الفكره ومش مصدق انها حصلت، ومش حاسس اني هشجع منتخب السويس بنفس الشكل بعد دمجه مع بتروجيت. انت بقى شايف الحكايه ازاي يا معلم؟ لحد هنا بنكون وصلنا لنهايه حلقه النهارده اللي بتمنى تكون نالت اعجابكم. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.